في مشكلة كبيرة جدًا بتواجه معظم اللي عايزين يتعلموا تحليل بيانات. المشكلة دي هي أنت عايز تتعلم تحليل بيانات ليه؟ وهتعمل بيه إيه؟ هل أنت عايز تتعلمه عشان تشتغل محلل بيانات، والّا عايز تتعلم تحليل بيانات عشان تطوّر بيه شغلك أيًا كان إيه؟ سواء أنت كنت مدير مبيعات عايز تطوّر شغل الفريق بتاعك وتحلل أدائهم ومستوياتهم بمرور الزمن، سواء أنت business owner عندك business عايز تقيّمه وعايز تحلل البيانات بتاعة العملا بتوعك، والّا أنت واحد عايز يتعلم تحليل بيانات بس لمجرد إن الموضوع trend. خلّيني أقول لك لو أنت بتفكر بالطريقة دي أنت هتخسر كتير وهتتعلم على الفاضي مال كبير جدًا ما تلاقيش شغل في الحتة اللي أنت عايزها. المشكلة كلها إن أغلب الناس اللي بيتعلموا بيركزوا على الtools. أتعلم tools على قد ما أقدر، عايز أتعلم بايثون وpower BI وتابلو وإكسل وجوجل شيتس وكل حاجة. المشكلة إن أنت ما بتركزش على حاجة مهمة جدًا في تحليل البيانات وهو ده الغرض الأساسي منها، وهو الproblem solving. أنت إزاي تحل مشكلة أساسية في الbusiness بتاعك وتقدر إن أنت توفّر فلوس للمكان ده أو تحقق نجاح أكبر أو مبيعات أكبر عن طريق تحليل البيانات. البروبلم سولفنج من الحاجات اللي ما حدش كتير بيركز عليها. الناس بتركز على انك تتعلم التول وتبقى شاطر فيها وتعرف تعمل داشبوردز وكل الكلام ده، لكن بعد ما تعمل كل ده هتتحط قدام اي داتا سيت للاسف هتبقى تايه ومش تعمل فيها ايه بالظبط. وانت مهتم بالنوعيه دي من الفيديوهات وبتحليل البيانات عامه تابعني. نزل بعض التيبس والتريكس في المجال، حاجات هتساعدك كتير جدا انك تعرفها قبل ما تدخل اي كورس في الداتا اناليسيس. سلام.